المدرسه 3 سنين، وكنت واخده وضعي في المدرسه وكنت شغاله، وجه لما اتجوزت المدرسه عملت لي عقد فصل لمجرد ان انا اتجوزت. بقالي سايبه المدرسه 3 سنين. خلال ال3 سنين ما رضيتش اقدم شكوى في المدرسه لان جوزي شغال في المدرسه، فلو انا قدمت اي شكوى في المدرسه هتفصل جوزي، فهيبقى انا وهو كده مفصولين من غير شغل ولا مشغله، فمش هينفع. دلوقتي زمايلي اضطرينا ان زمايلي كانوا متجوزين بعد الثوره قدموا شكوى علشان ان هم يرجعوا المدرسه عملت لهم عقد فصل لمجرد ان هم اتجوزوا من بره. قدموا شكوى للمحافظ واخدوا قرار ان هم يرجعوا المدرسه، وهم حاليا شغالين دلوقتي في المدرسه. دلوقتي انا خلال ال3 سنين بقدم للمدرسه طلب ان انا امتحن زي اي واحده جديده، المدرسه رافضه، مش راضيين يخلوني ان انا اشتغل في المدرسه تاني علشان يجيبوا اعضاء مجلس الاداره عايزين يرجعوا عيالهم، وفعلا رجعوا 2 وبقيت اعضاء مجلس الاداره هيرجعوا عيالهم. رجعت مروه غانم الطحار شغلها، هي كانت شغاله في المدرسه قبل كده مدرسه دراسات، ورجعها اشتغلت السنه دي علشان باباها رئيس مجلس الاداره في وهبه السكري هترجع. قدمت شكوى للمحافظ والمديريه في مضرب الرز والتعليم الخاص. في مضرب الرز والتعليم الخاص بيمطلوني ويقولوا لي لا احنا ملناش فيه، وهو دي مدرسه خاصه ومن حقه يعمل اللي هو التربيه والتعليم ولا حاجه. قدمت في المديريه كمديريه التربيه والتعليم امبارح، وقدمت النهارده امبارح في مضرب الرز، ورحت النهارده اتاكد قالوا لي احنا ملناش دعوه ومشكلتك حليها في التعليم الخاص. رحت التعليم الخاص قالوا لنا احنا ملناش دعوه برضه. انا مش عارفه اوصل لقرار. دلوقتي زمايلي علشان هم ليهم واسطه واعضاء مجلس الاداره فرجعوها، على الرغم ان هي واحده منهم سايبه الدراسه بقالها 20 سنه، فرجعها لمجرد ان هي معاها واسطه وان هي معاها باباها او حد من قرايبها بيشتغل في مجلس الاداره. دلوقتي انا اتكلمت مع المدرسه ودي مش راضيين يرجعوني او يمتحني لمجرد الامتحان. هو فاتح السنه دي فصل جديد في رياض الاطفال وناكر الكلام ده، ويقول انا ما عنديش مكان فاضي ان انا ارجع حد، ولما يفضلها مكان ابقى ارجعها. وهو ناكر ان هو محتاج، وعن الاعلان على المدرسه ان هو مش محتاج مدرسين، وهو محتاج علشان يجيب الواسطه اللي عنده اللي هم اعضاء مجلس الاداره يرجعوا عيالهم تاني. وانا عشان معيش واسطه خلاص بقى راميه انا في الشارع، مش مهم تشتغلي بقى.